احنا في الاصل مخلوقين للراحه. دي معلومه ثابته يا اخوانا، حطوها في نحن لم نخلق للموت، نحن خلقنا للخلود. خلاص؟ بس احنا الحاله اللي احنا فيها دي حاله مؤقته جدا. يعني عارفين واحد هيعيش مدى الحياه، احنا ربنا خلقنا كائنات ابديه، احنا هنقعد على طول، هنقعد على طول، بس اعاذنا الله واياكم يا اما نقعد في النار يا اما نقعد في الجنه. اللي حصل بس حاجه سريعه كده اللي هي الدنيا دي، حاجه بسيطه كده بسرعه وهنرجع تاني. بس هنرجع على حسب يعني هتكمل فين. ما هو انت هتكمل، انت مخلوق للخلود. دي احنا كائنات ابديه، يعني احنا هنقعد على طول. على طول دي يعني على طول، يعني فيش حد هيقول لك يلا قعدتوا 5 مليون سنه لم يا ابني اقفل، ما فيش. احنا قاعدين على طول ان شاء الله. فنحن كل الجهد اللي بنجتهده ان احنا ان على طول دي فين؟ تبقى في الجنه ان شاء الله. وكمان بتحدد على طول في انهي اوبشن. ما هو الجنه دي درجات، فانت كمان عايز تقعد فين؟ تقعد فين في الجنه؟ انت برضو كده بتختاره. المشكله في ان ورقه الاجابه بتتسحب في اي وقت. عارفين اللي هو الخدعه اللي احنا كنا بنعملها وطلع يقول لك اول ما يجي حد يسحب منك الورقه وراح عامل خط كده يقول لك معناه انا كنت بكمل واتسحبت مني. مش عارف، ما اعرفش انتوا يعني وصلت لكم التكنيكس دي، اتنقلت الخبرات البشريه دي مهمه. مفيش حد هنا هندسه ميكانيكا الرجاله احسن ناس. فيعني في الخدعه دي لازم برضو تبقى داخله معاكم في الوقت المحدود. فاللي هو فكره ان انت هتسحب معاك الورقه في اي وقت. ازاي؟ يعني الامتحان بيقول لك 3 ساعات وتتلم الورقه. انت في الحاله الجديده، ودي بقى هنا الجانب اللي يستحق الاهتمام جدا بقى، ان انت هينزلوا لك الورقه بسم الله والصلاه والسلام. يا اخوانا انا الالامه لسه ما بردش، الالامه والله اتسحبت. احنا قلنا لك ان في امتحان، قلنا لك هنسحب الورقه امتى؟ هي دي المفاجاه. المفاجاه ان انت الورقه هيتلم في اي وقت. دي اول فضل، ان احنا ابديين بس العمل مش ابدي، يعني وقتك محدود. 2 مش هيتقال لك وقتك قد ايه بالصدمه. يعني انا عامل هدف وتارجت 20 سنه اقفل الكتب، ابقى برنس، احول المرحله الثانيه اقابل الوحش. مش هتقابل الوحش. ليه؟ لان اول سنتين في ال20 سنه هتتسحب الورقه.